السلام عليكم وياكم ماجد. من أكثر الأمور اللي قاعد يعاني منها جيلنا، أحكي عن جيلي، جيل الألفية الجديدة، هو الاكتئاب. وصلنا لمرحلة مو شرط أصلا ممكن يكون البعض منا يمر بمشاكل تكون قوية فتسبب هذا الاكتئاب، لا، مرات مجرد مشاكل نفسية معقدة ما راح أقدر أخوض بيها أو أحكم أو أنطي رأيي بأي منها، لأن أولا أنا مو دكتور نفسي أو حتى درست فلسفة، وثانيا ما أعرف شنو اللي يمر بيه الناس اللي من جيلي. كل واحد ومشاكله والله يعينهم. بس اللي جاي أحكي بيه وكنت من زمان أريد أسوي فيديو عنه هو سلسلة عن أغاني بيلي آيليش. أنا من الأشخاص اللي يحبون طبقة صوتها، وأغانيها اللي نسبة كبيرة منهن تحتوي معاني قوية. مو كل أغانيها طبعا، نسبة كبيرة مثل ما قلت. وبهذا الفيديو راح أفتتح بأكثر أغنية بيها معاني بالنسبة إلي، وراح أشارك وياكم خلال هالفيديو قصة بسيطة من حياتي. واعتذر عن صوتي لأن هالأيام مريض شوي، عدوها إلي. ولا تنسون إذا عجبكم الفيديو أن تدعمونا باللايك والاشتراك، وخليكم وياي هسه نتعرف عن معاني أغنية Everything I Wanted by Billie Eilish. أغنية Everything I Wanted صدرت سنة 2019 من ألبوم When We All Fall Asleep Where Do We Go. هالألبوم اللي بديت منه أسمع أغاني بيلي آيليش، والصراحة هو الأفضل بالنسبة لي من ألبوماتها. ما علينا من الألبوم هسه، خلينا نرجع لموضوعنا. أغنية Everything I Wanted تبدي هالأغنية ويا بيلي من تقول: حلمت بأن حصلت على كل شيء، مو اللي ببالك. وعمود أكون صريحة، ممكن كان كابوس. ممكن البعض هنا ما يفهم شنو مقصدها، لكن توضح باللاينز اللي بعدها من تقول: لأي شخص قد يهتم. تبدأ تحكي لنا عن قصتها أو قصة هالحلم. اعتقدت أني أقدر أطير، لذلك قفزت من الجولدن. والجولدن أو الذهبي هو جسر بسان فرانسيسكو، وهالجسر لوحده قصة. فهذا الجسر يعتبر وجهة أخيرة لكل شخص بكاليفورنيا قرر ينهي حياته. فهنا تقول بيلي أن هي طفرت من هالجسر بحلمها. بس الغريب أن تقول أن ما حد بكى عليها ولا أحد لاحظ حتى، رغم هي شافتهم هناك موجودين. كانت تظن بأن ممكن يهتمون. وتفسير هالحلم وسبب وجوده من الأساس هو شدة الاكتئاب اللي يتعرض لها الشخص، على قد ما يشوف حياته ما لها أي قيمة أو بدون هدف ومسدودة عليه من كل جانب. فتظل هالفكرة بباله، فكرة أن ينهيها، ويظل يحلم بيها هواي. بس على العكس من بيلي اللي تكمل وتقول: من بعد أن فزت من هالكابوس شافت يمها. وقصتها هنا أخوها فينس اللي ببداية الفيديو كليب مال الأغنية ذكرت هالشي. بيلي كان عندها فينس يمها. هواي ناس من اللي يمرون بهاي الأزمة للأسف ما يكون أحد يمهم، فيطمنها فينس ويقول: دام أنا موجود ما حد يقدر يأذيك. ما أريد أخترق الأمور وأكذب عليك، بس تقدرين تتعلمين. بس لو أقدر أغير النظرة اللي تشوفين بيها نفسك، وقتها ما راح تستغربين لما تسمعين جملة ما يستحقونك. للأسف هواي ناس يقللون من أنفسهم لعدة أمور، وهالموضوع يتفاقم أكثر ويا الاكتئاب اللي يخلي شلون الغمامة على عيون الشخص اللي يعاني منه، ما تخليه يشوف نفسه عدل وتخليه دوم يقلل من نفسه. وفينس جاي يحاول يشيل هالغمامة من على عيونها، جاي يحاول يخليها تشوف نفسها وتعرف قيمتها صح. بس اكو ناس ما عندهم فينس بحياتهم، أو شخص مثل فينس يبين لهم أن الجاي يمرون بيه مجرد فترة وتعدي. حاولت أن تصرخ بس هي قفزت من الجسر فما قدرت. والناس اللي كانت واقفة قبل شوي ويباعون بدون أي اهتمام قالوا عليها ضعيفة، كأنه هي مو شخص حالها من حالهم. فترجع وتقول: اعتقدت أن هو كابوس، بس من شدة واقعيته حسيتهم صدق واقفين هناك، وحسيت كأنه أمس مر عليه سنة. قصدها على هالحادثة، بس ما راح تقول لأحد عن هالحلم لأن هسه الكل منتظر منها شيء. تغيرت، صارت شخص ينظر إليه. هالتحول بحياة بعض الناس اللي يحسون أن ما حد مهتم لهم، واللي يحاولون ويتعبون بسبيل أن يوصلون. هالرحلة لوحدها، رحلة أن تطلع من هذا المرض، هي إنجاز. فبعد ما تطلع الناس راح تنظر لك بنظرة مختلفة، نظرة مليانة فخر، ويظلون ينتظرون منك تقدم الأفضل. ومثل ما تقول بيلي: هالمرة ما راح أخذلهم، فلا تخذلهم أنت. خلص طلعت من هالأزمة فماكو عذر بعد. الصعب أنت تخطيته، بعد شنو عذرك؟ فبعد كل هالأزمة وبعد ما طلعت منها تسأل بيلي نفسها أكثر من مرة: لو كنت أدري وقتها أن راح أتخطى هالشي، هل كنت راح أسوي هالشي مرة ثانية؟ تسأل نفسها بعد سؤال أهم: هل لو كانوا يدرون أن الحكي اللي يقولونه راح يأثر علي لهالدرجة شنو راح يقولون بداله؟ وهسه راح أسولف عن قصة بسيطة من حياتي، حب أشاركها وياكم، وحب أشارك العبرة البسيطة منها وياكم، عسى ولعل شخص قاعد يمر بنفس اللي مريت فيه بذيك الفترة، تحديدا بأول سنتين من الجامعة أو أول مرحلتين. كانت حياتي متبهذلة، ومنين ما أباوع لها حاسة مقفولة. إنسان باهت بدون ملامح لعدة أسباب ما أحب أخوض بيها لأن هي سالفة ومر عليها وقت طويل. كنت شايف ماكو حل غير أن خلص أسوي نفس اللي يسوونه الأشخاص اللي يمرون بنفس اللي أمر بيه أنا. لكن سبحان الله، وبدون سبب، بدون حتى أي شيء أسويه أنا، أو نقول مثلا عدلت، لا، بس هو لطف ربك وستره، رحمة الله اللي قال لنا أن ما نأيس منها. بس إحنا بشر ننتكس هواي. فمن لطف الله أن بدأ يرفع هالغمامة عن عيني شوي شوي بفضله أولا، ثم شخص له فضل كبير علي وعلى حياتي من بعد رب العالمين أكيد، وهو أصلا
هالسبب من الأسباب الهواي اللي يسخرهن لك الله. فكان هالإنسان سبب، هالإنسان اللي خلاني أنا الإنسان الباهت بداية عمره يرجع ويضيء مرة ثانية. وأتمنى كل شخص يمر بضائقة أو يحس أن هي انقفلت عليه يخلي عنده إيمان ولو بسيط بأن الله راح يفرجها عليه. مهما كان اللي تمر به صعب راح تفرج، سواء بشخص الله يدزه لك أو أي سبب ثاني من أسباب الله. وبس هنا خلصت هالفيديو اللي ما راح أطلب منك أن تسوي اللي أقوله بنهاية كل فيديو إلي، بس أقول لك انتبه على نفسك وحاول تحكي. صدقني أكو هواي ناس مهتمة تسمع اللي تريد تقوله. دير بالك على روحك. سلام أو بيس أو أديوس.